تعادل فريق مولودية البيض مع فريق مولودية وهران بهدف لهدف في إطار الجولة 11 من بطولة القسم الوطني الأول بملعب الرائد زكريا المجدوب. هدف مولودية البيض كان من توقيع اللاعب عبد الله بركات في الدقيقة 45، وهدف التعادل جاء عن طريق اللاعب بالعريبي في الدقيقة 48 بعد تراخي دفاع الفرسان. تغطية لنبيل نواح ويونس معروف. المباراة نظن أنه تقريبا سيطرنا على المباراة يعني بالطول العرض طيلة 90 دقيقة. سجلنا هدف في نهاية الشوط مع نهاية الشوط الأول، إثر يعني مع بداية الشوط الثاني إثر يعني هجمة معاكسة فريق الخصم يعني قدر يسجل هدف. أركان في الخلف خلقنا عدة فرص، يعني تقريبا جميع الفرص يعني ما قدرناش نسجلوا منها، ولو أن يعني الفريق تاعنا راهو في تحسن مستمر. نظن هذه النتيجه يعني ما راحش تخلينا يعني باش نتوقفوا لهنا، راح نزيدوا نعملوا اكثر فاكثر ان شاء الله، نحاولوا نجيبوا نقاط اخرى ان شاء الله، نجيبوا نقاط من خارج الديار ان شاء الله، ومازال ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله نزيدوا نحسنوا النتائج تاعنا ان شاء الله. حققنا تعادل صعيب رغم اننا ما كناش مليح في المقابله خاصه في الشوط الاول. نظن بلي مولودية البيض سيطروا علينا، احنا ما لقيناش المعالم تاعنا اليوم لان التحضيرات تاعنا كانت شويه مدببه، لكن هذا ما ماشي على جال هذه اللي ما درناش نتيجه ايجابيه. كنا نتمنوا احسن، لكن تعادل يرضينا بما ان لعبنا مع خصم له 11 نقطه وحنا 12، دونك ستادير سيتي ان كونكورون ديريكت. الشوط الثاني نظن باللي بعد كما نقول في لي كونسيل اللي عطيناهم اللاعبين، نظن عدنا في المقابله وتمكنا باش نعدلوا النتيجه. هما كانوا قادرين يسجلوا في الشوط الثاني كما احنا ثاني جاونا جوج فرص ثاني على التسجيل. نظن في لا فيزيونومي دي ماتش الشوطين كان عندهم شوط وحنا كان قد نقولوا كان عندنا شوط. تعادل منطقي يرضينا ويرضي الفريقين، وان شاء الله مازال العمل القدام.